21 من مارس من عام 1903 في يوم عيد النوروز ولد في قرية هيسار الشاعر الكردي جكر خوين، والذي يعني في اللغة الكردية الكبد الدامي، واسمه الحقيقي شيخموس حسن علي. هاجرت أسرته إلى بلدة عمودة شمال سوريا لاجئين فارين من بطش الأتراك. تنقل شيخموس بين القرى والبلدات الكردية في سوريا، ثم رحل إلى كردستان العراق وإيران، حيث تعرف على واقع الشعب الكردي. لدى جكر خوين 8 دواوين تحكي قصص الكفاح الكردي والتقلبات السياسية التي عاشها الكرد خلال فترة حياته. التقى مع شباب عمودة الوطنيين وأسسوا نادي الشباب الكردي. وفي عام 1946 انتسب إلى حركة خويبون وبدأ العمل النضالي المنظم. وفي عام 1949 أصبح مؤازراً ورفيقاً للحزب الشيوعي، وبدأ نضاله الأليم حيث الاعتقال والسجن والتعذيب، وناضل حتى عام 1957. وفي عام 1958 بدأ بتأسيس حركة آزادي، وبعدها اتحدت الحركة مع الحزب الديمقراطي الكردي. وعام 1959 كلف بتدريس اللغة الكردية في جامعة بغداد، وعاد إلى عمودة عام 1962. في تلك السنة عام 1969 عاد إلى كردستان العراق، حيث أصبح يشارك في قيادة الانتفاضة الكردية من قبل مصطفى البارزاني. وفي عام 1973 ذهب إلى لبنان، حيث نشرت له على نطاق واسع ديوانه الشعري من أنا. وفي عام 1976 عاد إلى سوريا، لكنه لم يستطع مواصلة الحياة فيها أمام تغول الدولة الأمنية التي كان يقودها حزب البعث، مما اضطره للسفر إلى أوروبا عام 1977 واستقر في دولة السويد. أسس محطة إذاعية وأعاد إصدار جريدة روجانو، وأصدر في السويد 8 دواوين شعرية، وتوفي سنة 1984 لينقل جثمانه ويدفن في مدينة القامشلي. تأثر جكر خون بشعراء الكرد الكبار، أبرزهم الشاعر الكردي ملاي الجزيري والشاعر الكردي أحمد خاني الذي أبدع شعراً ملحمة من موزين. ويعد جكر خوين من أشهر شعراء الكرد المعاصرين في فترة خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكان مدرسة شعرية خاصة قلدها الكثيرون من شعراء الكرد، وقد كتب الشعر الكلاسيكي وشعر التفعيلة وكذلك قصيدة النثر، كما برع في تجسيد الحياة الكردية والآلام والمحن التي مر بها شعبه الكردي. فبرأيك هل جاء بعد جكر خوين من ملأ مكانه من الشعراء الكرد في سوريا؟